أكيد أنت عارف إن كلمة der Saft يعني عصير باللغة العربية، دي معلومة شائعة ومعروفة للكل، بس أنت تعرف إن كلمة Saft ممكن نستخدمها في مواضع تانية بمعاني تانية خالص؟ هقول لك مثال، لو قلت kein Saft mehr im Handy يعني البطارية خلصت، هنا Saft جت بمعنى مختلف تماما. ولو أنت مثلا بتتعامل مع محل معين واشتريت منه حاجة وبعد كده بتكلم خدمة العملاء فلقيت خدمة العملاء معاملتهم مش كويسة فهتقول das ist ein Saftladen. كلمة Saftladen يعني محل سمعته سيئة أو الخدمة اللي فيه مش كويسة. ولو برضه بتشتري حاجة ولقيت سعرها عالي عن الطبيعي أو عن المعقول بنقول عليها das ist ein saftiger Preis يعني السعر ده عالي جدا. ودي كانت سلسلة ألماني في دقيقة مع هير مصطفى ودوتش ماختش باص.